فرجه. السلام على مولانا بقية الله في أرضه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء، عجل الله فرجه الشريف، وجعلنا جميعا من خدمه ومقوية سلطانه في غيابه وحضوره وظهوره المبارك، والمنتصرين به المستشهدين بين يديه، إنه قريب سميع مجيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام حول رسم المعصوم لشخصية الإنسان الحر المكلف المختار، الذي يستطيع أن يتخذ أعلى الصفات التي تجعله في مصاف المتقين، الذين هم عمدة وزبدة وخلاصة الكون وخلاصة الخلافة الإلهية، لأنه خطاب الأنبياء والمعصومين عليهم السلام هو موجه لصناعة الإنسان، وبالتالي أعلى درجات الصناعة تبدأ من التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذن الأساسات اللي يبنى عليها خلاصة المجتمع، المداميك الأساسية لحركة الوعي الاجتماعية، دائما تكون للمتقين. وذكرنا بأن القرآن الكريم ذكر 3 أوصاف بسورة البقرة أساسية واستراتيجية، قسم فيهم المجتمع إلى مجتمع المتقين والمنافقين والكافرين، وعطى حيز كبير للنفاق، لأنه حركة النفاق هي حركة شبهات وأضاليل وحروب مركبة يستطيع من خلالها الإنسان أن يستعمل الدهاء والمكر الفكريين من أجل تشويه الحقائق وقلب الصورة لزعزعة إيمان البشر والمجتمعات تمهيدا لإسقاطها في شباك أهدافه. المتقون كما يريد أمير المؤمنين عليه السلام أن يزرع فيهم هذه الصفات، يريد أن يبين مجموعة من الآثار السلوكية التي تجعلهم يشعرون بشعور خاص لا كما يشعره باقي الناس. يعني الإنسان في هذه الدنيا هو في معرض التزلزل، وهناك تزاحم مضطرد بين الأحداث. يعني بتكون تراه سالما فإذا هو مريض، تراه مخبرا فيصبح خبرا من الأخبار. هو معرض الأحداث مثل ما حيجي معنا بعد شوي. وهذه الدنيا بتركيبتها هي تركيبة ذرات تخضع لنظام العلل والمعلولات، وبعض الأحداث عندما يوصف بها الإنسان تكون شرا له خيرا له. يستنبط الإنسان من الأحداث مجموعة من الأحاسيس والمشاعر بتكون هي آثار لتفاعلات تكوينية بتظهر نتيجة أسباب تكوينية أو أسباب إنسانية. يعني الإنسان لحاله هو مبدأ لكثير من العلل، والكون لحاله هو مبدأ لكثير من العلل. يعني إذا كانت نفسية الإنسان منيحة قد تسخر له حركة الكون من خلال التيسير التكويني الإلهي، فتكون الدنيا في خدمته وخدمة مسيره وتيسر له أمره. سنجعل له من أمره يسرا. يسرا، إن مع العسر يسرا. شاك في بعضهم نجعل له من أمره عسرا، سنرهقه صعودا. بعض العقوبات التكوينية نتيجة الخيارات الاختيارية اللي بياخدها الإنسان. وبالتالي عليكم السلام لا يوجد أثر سلبي لأعمال الإنسان الاختيارية إلا سببه هو. نعم، في بعض الأحداث تأتي من دون تفسير للأسباب التي تنزل في تكوينيا لحكمة يعلمها الله يدبرها الله عز وجل. يعني مثلا واحد لنقول جاي من عند الحكيم وممنوع مثلا يغطي راسه وممنوع يدقر مي، متشتت الدنيا عليه وفيش معه شمسية مثل هلأ اللي اجوا هلأ مثلا، شتت على الدنيا. شو بده يعمل؟ بعض الأحداث بتصير ما له زلزال. خي شو خاصني بالزلزال؟ أنا جبته للزلزال؟ أنا يعني هزات الأرض بحالي؟ يعني شو عملت؟ هلأ قد يكون واحد عامل ذنب كبير بالمنطقة، الله عز وجل
يمكن يهز الدنيا كمان عقوبة لإله، فبياكلها بالطريق بعض الأشخاص اللي ما لهم علاقة. ما بدنا نفوت ببحث هلا الخير والشر وأسباب الخير والشر، وهل إنه ما بدناش نفوت بحث عقائد وكلام وفلسفة. بس اللي بدي أقوله بالخلاصة، يا أهلنا يا إخواننا، هناك الكثير من الأحداث التكوينية، سواء كانت البيئية الطبيعية، سواء كانت مخلوقات تسبب ضررا للإنسان، مثل الكوليرا، مثل بعض الحيوانات مثلا الحشرات التي تنتشر في بعض المناطق، تعمل أمراض دائمة وخطيرة ومعدية. هذه الليشمونيا وما الليشمونيا، هودي شبابنا المجاهدين بسوريا بعض الناس استشهدوا من وراء هذه الأمراض. يعني أصابتهم هذه الفراشة أو هذه العقصة وظلت تتفاعل بجسمهم وأدت إلى شهادتهم. بعض الأمور بتجي من دون سبب، يمكن واحد يأكل عند إنسان أكل ينضر يصير عنده تسمم. بعض الأمور قد يكون في إلى أسباب تانية، واحد جاي مسرع بسيارته وحرام واحد بريء هو عائلته قاعد بالسيارة واقف على الحاجز وفات فيه هداك، قتله وقتل عياله وقتل كل شيء. في شغلات بتصير بالكون، الأضرار اللي بتنتج عن الحركة الاختيارية بين الناس بتؤدي إلى خلل تكويني. يعني بيقع أمراض وأعراض وأحداث تكوينية معظمها سببها شو؟ سلوكيات الناس بين بعضهم. عشان هيك السنن القرآنية بتحكي كتير إن تنصروا الله ينصركم. يعني في عوامل مثل ما في علل مادية، في علل تشريعية الله عز وجل يدير فيها الأشياء المادية. فمش حركة الكون كلياتها منعزلة عن حركة الإنسان الاختيارية، ولا كل الحركات الكونية سببها الحركات الاختيارية، في بعضية جزئية. ماشي، كثير من هذا يسبب لذاك وكثير من هذا يسبب ذلك. فإذا يمكن مثلا يصير في زلزال، واحد عم بيصلي صلاة الليل وعنده طفل رضيع، تقع في الأرض تقلب الدنيا فيه ويموت هو وابنه. عجنبهم في ناس عم يرتكبوا فواحش كبائر، عاملين بار، عاملين مركز فحش والعياذ بالله، وماتوا. شو منقول هون ساعتها؟ منقول يعني الله عز وجل قتل هولي بسبب هودة؟ ببلش الواحد بيننا يفسر، وهون بدكم تنتبهوا معي منيح. هذه كتير بالخلل التربوي والنفسي عم نعاني منه اليوم. هلا فيش اسهل ما تقوله للواحد كاتبن لك، فيش اسهل ما تقوله للواحد انه ها انت في مرة عملت هيك فالله عم بيعاقبني. ليش ما فيش عندي شغل؟ ليش مش عم بجيب مصاري؟ ليش عم بصير معي هيك؟ لانه انا من اول الطريق الله عز وجل شايفني مش منيح، لانه انا مش منيح فعم بصير معي هيك. بصير يقارن السلبيات المستقبلية اللي له بسلوكيات او بشغلات، بصير في عنده سوء ظن بالله، سوء ظن بالتقدير، بصير يتهم حاله اتهام يصل به الى القنوط، الى اليأس، الى الاحباط، الرؤية السوداوية للاشياء. وتعال خليك حل كأنك فيك تحل بهي القضية. وبالتالي في عنا نحن نجمنا خفيف، عقلنا بسيط بهذه القضايا. في شغلات ما بنؤمن فيها الا نشوفها بعيننا، في شغلات على الشبهة خلص صارت مسلمة. تيجي جارتها عم تشرب قهوة عندها، قالت لي يمكن ليكي كاتبن لك، انت روحي شوفي ورا الزريعة شوفي كاتبن لك، خلص قايلت لك كاتبن لك، وتعال حل كأنك فيك تحل. بلش كاتبن لك، صار الكل كاتبنهم بالبناية، البناية عدت مش عارف فين، طلعوا على الواتسابات، صارت اللي عم تسمع كمان كاتبن لها، وانتشرت العملية. لا في دليل ولا في شيء ولا في دغري، سريعة التأثير، سريعة الذوبان بالنفس، سريعة الانفعالات، وما مبدأها وهمة. بتشوف بعض القضايا مثلا نحن نتيقن بالموت يقينا. مين هلا هون اللي قاعد هون اللي عم يسمعنا يجيب هلا قرآن من عنده، يحط ايده على القرآن يقول انا لا اموت، اقسم بالله اني لن اموت؟ مين هو؟ او اقسم بالله اني اموت؟ ايه يقينية، لا يقين شك فيه كالموت. كل الاشياء نتعامل فيها بالشك باليقين الا الموت، هو يقين ولكن نشك بانه ينزل في ساحتنا. هذا غيرنا مات الله يرحمه، هذاك غيرنا. كل ما اقعد تفكر انه انا بدي موت، بلش شو اجهزة الاستشعار عندي تستنفر كل شيء. لا لا لا، بعد بكير، هلا مش وقتها. معقولي الله كريم، هلا الله بيلطف فيه بعد شوي، انا بعد عندي مجال معامل منيح، انا الله عز وجل شو بده فيي هلا ياخذني، بعد مش مزبط اموري. بصير يستبعد اليقينيات، بينما القضايا المشكوكة بنزلها مسلمة اليقين دغري دغري دغري. لا،
لأنه نجمنا خفيف، لأنه طريقة تفكيرنا فيها بساطة، نؤخذ بالدعاية، نؤخذ بالقضايا الوهمية. خاصة الجن القرآن الكريم بيقول القرآن علنا يعني انه اكثر الناس بيؤمنوا بالجن حتى لو كانوا كفار يعني. لانه كلمة جن بتجنن يا اخي كلمة جن شياطين وهيك وقرون ومقرون وكذا دغري بيقبضها الواحد يعني. خاصة اذا كان بالعتمة مثلا ماشي كل الصور بتجي وبصدقها يعني. لذلك نحن بدنا نكون واقعيين، بدنا نكون منطقيين، بدنا نكون عادلين. الله عز وجل هو حبيب وطبيب وحكيم، لا يفعل فعلا لأنه يريد أن يسقطنا، لا يستدرجنا الله عز وجل. الله ما خلق ليضلنا مثل ما عمل هذا العراقي اللي هرب على أمريكا هذيك اليوم وقاعد عم يحكي لي شرقي غربي. قال هو درس بالحوزة وعمل 2.5 سنين بحث وتدقيق، طلع لا في قرآن ولا في نبي، وكرمكم الله معه بالقرآن على ذوقه هيك. ابن الضيعة هيك بده يقول، اللي قاعد مش عارف وين قاعد هيك يهدي الله من يشاء. اجى عباله الله يهديه، كبس على الزر هداه. هذاك اجى عباله الله ما عجبوش ديناه مثلا لهذاك، ها كبس على الزر بده يضله له. هيك الله بينقي الضلاله. ما الضلاله سببها الخيارات، سببها القابليات، سببها حريتك. من يشاء الضلاله يضله الله، من يشاء الهدايه يضله يهديه الله اللي بده. الله مش بيضل على ذوقه، الله ما عنده استنسابية والعياذ بالله، هذا ظلم بحق الله. هذا أخونا، لا مش أخونا، لا مين قال لك أخونا مش أخونا، لا كان أخونا، كان أخانا، ها إيه. حطوه هذيك اليوم قال هو كان بحزب ما بعرف الدعوة وعمل وطلع وشاف المراجع. شو هالفيلسوف ب2.5 سنين اكتشف مية السخنة وراح على امريكا وصار بده ويزقفوا له، هن يزقفوا له. لذلك بني ادم بده يكون دقيق. الله حكيم وحبيب، والله عز وجل هادي، الله عز وجل طبيب. الله ما بيخلق الانسان لحتى يفوته بنفق بيعرفش يطلع منه. الله ما خلقك ليعذبك، الله عز وجل خلقك ليصنعك على عينه. هلا في صناعة مباشرة للنبي موسى، في صناعة غير مباشرة. الله ما خلق ولا واحد فينا اللي هلأ هم موجودين إلا لأنه بيحبه، لأنه في خير، عنده قابلية. بيعرف الله عز وجل أنه هذا رح يعيش ببيئة جغرافية، ديموغرافية، اجتماعية، ثقافية، فيها حضارة، فيهاش حضارة، فيها علم، فيهاش علم، فيها مشاكل اقتصادية، في عنده دوافع نفسية مضطربة، في عنده حاجات مش عم تتأمن، بده بيت، بده زواج، عنده شغل بده يشتغل مش عم بيلاقي شغل. في بيعرف الله هيك يعني. الله عز وجل السيناريو اللي حطك فيه ما حطك فيه لحتى يرجيك انك انت انسان فاشل مسبقا، انه انت اقعد ييأس. الله ما بده هيك. الله بده يعطيك ويعطي دليل للملائكة بأنه أنا الإنسان التقي أينما وضعته بيطلع شو واقف، وين ما بزته بيطلع واقف، بأي بيئة أضعه فيها سينجح. ليش؟ لأنه خامته متصلة بالله عز وجل، لأنه حشيشة روحه من جوا متصلة بالروح الإلهية، اتصال يؤدي إلى حسن الظن، إلى التأمل بالله عز وجل، الأمل بالله، الثقة بالله، الرضا عن الله، وأن هناك حكمة أمام الضغوطات اللي أنا بتعرض لها. ولا يوم التقي بيقول عنده نظرة سوداوية، ولا يوم التقي بالضغوطات بيأس، بالعكس بالضغوطات بينبسط، وبينتظر الضغوطات لحتى ينبسط كمان. يلا ماشي. وإلا ليش الإمام الحسين عليه السلام كلما دنت الشهادة كان وجهه يشرق نورا، كان يبيض وجهه يشرق نورا، مش هيك؟ شو ما رأيت إلا جميلا. بصير البلاء نعمة. ليش؟ لأنه المقامات لا يمكن أن تحث الإنسان على القرب منها إلا بالضغوط. عشان هيك الابتلاء بالذنوب سبب للابتلاء بالمقامات. شوفوا لي بالتاريخ كله التائبون أين وصلوا، جيبوا لي اياهم. جماعة الماضي حكيت في علاقة بين التوبة والشهادة. دايما التوبة تستتبع مقام، مثل مثلا السحرة، مثل الحر ابن يزيد الرياحي، ولا لا؟ وفي شواهد كثيرة. لذلك الله عز وجل لما بيعرض الإنسان عندنا نحن شيء اسمه بلاء وعندنا شيء اسمه رخاء، فيش ثالث لهم، ثلاثة، هو حالتين نفسيتين. الرخاء هو الشعور بالأمن والانشراح
واللذة النفسية التي تؤدي إلى تفاؤل، إلى مزاح، إلى دعة، إلى طمأنينة، إلى طاقة إيجابية. هذا الرخاء، مش هيك؟ بينبسط الواحد، كل شيء مأمن قدامه، يعني بيته واسع، تنطعش عنه الحمد لله الكهرباء، عنده موتير، وجايب عنده مصاري بيجيب مازوت قد ما بده، ها، وبدل الأوضة عنده 20 أوضة وسيارتين ثلاثة، 16 17 تليفون، وأولاد قد ما بدك، توم يمكن، مش هيك؟ اللي بدك إياه، وكله مأمن، ها، وميسرة حياته المادية، ميسرة الاقتصادية، ميسرة، وجيه بضيعته كمان، والله عز وجل عاطيه سهولة بالرزق لأنه وارث أهله، تعب بيه وأمه، آخر شيء بقى هو إجا على البرد المستريح أخذهم كلياتهم، مش هيك؟ مثل بيقولوا مرة كان في اثنين عم يتخانقوا على شقفة أرض بيقربوا بعضهم قدام النبي صلى الله عليه وآله، فقرب النبي هيك صار يتبسم، لا قرب جبرائيل صار يتبسم جبرائيل، طلع في النبي، هلا طبعا بس النبي اللي شايفه، قال له ليش عم تتبسم يا جبرائيل؟ قال له هودي قبل منهم تقريبا في شي 200 ألف واحد قاتلوا على نفس الأرض من زمان، هي ذاتها 200 ألف، هن شو شايفين؟ اثنين بس، أنا وهو، هذاك مفكر الأرض له منذ الأبد وإلى الأزل، وهذاك نفس الشيء، مش عارفين إنه قبل ما يخلقوا هالاثنين كان في اثنين مالكينا وتقاتلوا مع بعض، وقبل منها وقبل منها وقبل منها. بقول هو مفكرين حالهم بس اثنين، أول الاثنين بيتقاتلوا عليهم هول من أول الدنيا، مش عارفين إنه في 200 ألف واحد متقاتلين على نفس قطعة الأرض، عم بيتضحك يعني. لذلك نحن بنعتبر بأنه الرخاء يستدعي أن الإنسان مجموعة من السلوكيات والصفات، والشدة تستدعي مجموعة من الصفات والسلوكيات، صح ولا لا؟ هلأ بالضغوطات مثلا بجيب، هلأ مثلا أنت نبتة خضرة هيك حلوة طرية، جيبها حطها قدام البيت، نعنوعة، إذا بتقطع عنا المي دغري بتكش تذبل، مزبوط ولا لا؟ هذه النباتات اللي قاعدة لحد البيت، كل ما قرب واحد من بني آدم بصير شو؟ لبسان. قديش لبسان مثلا هذا اللي بيكون معتمد على حاله، قبضاي مرستق، فيش عنده كوليسترول، بنطنط مزبوط، بينما جيب واحد وبلش نعنع ونيمه على التخت وحرك له هيك شوي ريشاته، ما عادش له خلق يعلك، بدك تعلك عنه للبس بعد شوي، عرفت كيف؟ بتدلل بطل بس، صار شكله بسان، بس هو كتلة فرو بينبسطوا فيه، بملحسوا عليه وكذا والى اخره، لانه زهقانين، ما فيش عندهم طاقة روحية يعتمدوا عليها، فرايحين على الحيوانات الأليفة، لأنه ما فيش مصدر للألفة إلا ها، فبيروح بميل لوين نزول، ببلش بده يتعامل معه. واحد بيقول لك يا خيي انا بجيب كرمك كلب على البيت وبعيش مع بني ادم، يلا. هلا في ناس في موضه هلا طالعه بالغرب، شايفينها كلكم انتو، حتى هلا مش عارف اذا جابون بالمونديال مجموعه كلاب بشريه بيلبسوا ثياب كلب، وفي مصانع قبل ما لقيتها ماشي القصه لعبه صاروا يصنعوا لهم بواز كمان وشكل دينان والى اخره، وبيجيبوا له حبل وبيمشوا على الارض على الاربعه، وبيجي انسان بجره بالشارع، بياكلوا اكل الكلاب كرمكم الله، بيعووا مثل الكلاب، بيعملوا شو اسمه مسابقه مين بيعوي احسن من الثاني، طلع في بشر بيعووا احسن من الكلب، يعني الكلب اذا بيسمعهم بيطلع هيك بيقول اوف هالقد البني ادم بيقدر يصير كالانعام بل هم اضلوا سبيلا، لهالدرجه بينزل بني ادم يعني زهقان فيش عنده شيء يعمله الا يعمل شكله كلب، عرفت كيف؟ هيك صار كماله كلبيته، يعني هالقد هي صارت سنخيته. شوف بني ادم لوين بيوصل بالانحطاط. طيب اما بجيب انت ماشي شجره زيتون عمرها 500 سنه، لا حدا بيسقيها، لا حدا بيقرب صوبها، اشد عودا واقوى وقودا واصلب، مش هيك؟ اشد امتا، اقوى وقودا، بتشتعل، بتعمل جمر، بتعطي نار، واصلب، ماشي، ما بحاجه لمي، كل ما زدت عطش كل ما زادت مقاومه وثبات، ما بتتأثر بالظروف الخارجية، لا، لأنه عايش حياة قاسية، لأن القساوة بالظروف المناخية تجعل منها مقاومة ذاتية عمرها أطول، منعتها أكثر، ما حدا بيهزها، الريح ما بتقلعها، بينما هذه اللي انت الوردة اللي عم تسقيها الحبقة أو شيء خلص دغري يومين ثلاثة تخبز بالفراح راحت، لأنه بالرخاء يفقد الإنسان عناصر القوة الذاتية، عناصر الاعتماد على طاقاته، بصير بده يتريح ويترنخ بالمقدرات اللي حواليه، فبصير يعتمد عليها. لما اجوا الألمان بدهم يفوتوا على شو اسمه، يفوتوا على فرنسا،
مش هيك؟ على وقت هتلر قديش قعدت فرنسا بالمقاومة؟ يمكن 3 أيام. بدهم نسكافيه جماعة، بدهم بسكوتة هيدي شو اسمه، هيدي البسكوتة مش عارف يسموها، هيدي الفيجيتاليان، مش عارف يسموها، هيدي ما بده ياكل منها الصبح الفرنسي. مش مستعد. بتسقط البلد، ما بتسقط البلد بدي فنجان نسكافيه. فقدام فنجان النسكافيه والبسكوتة لك يفوتوا الألمان، فاتوا سلميا، احتلوها سلميا لفرنسا. شو فرنسا ما بيقدروا يواجهوا، ما بيقدروا يقاوموا. لا، لأنه بيئتهم كانت الاعتماد على الأشياء، بصير في رخاء. وبالتالي الإنسان بطبعه شو بصير يقول؟ كل ما كان معه مصاري أكتر وبيئته حلوة معناتها هذا إنسان سعيد، معناتها إنسان مبسوط. نياله. مين اللي قال لك نياله؟ هي قارون قدامكم. شو صار يقولوا هوديك؟ نياله قارون بده 40 رجال يحملوا له المفاتيح تاعول الخزائن. 40 رجال عصبة يحملوا له المفاتيح الخزنات. تخيل كم مفتاح بكل وحدة فيهم. يعني كم خزنة كان عنده، شو بقلب الخزنة. بس خسفت في الأرض وبداره. الحمد لله نحن مش معه، نحن كذا بلشنا نرجع أنريا. ما اللي بياكلها هلا مين المسموم بدنه فينا نحن؟ أهلنا الميسورين. ولا لا؟ الحرب اللي هلا تناولونا فيها بلبنان مين ضربت؟ مباشرة مين ضربت؟ ضربت رقبة مال الدولة ورقبة مال الناس الميسورين اللي تعبوا بالخارج واجوا وحطوا راس بالهم ودم قلبهم. انا كنت عايش برا 30 سنة. كان يروح اللبناني ينزلوه بالسلة بقلب السنغال يقولوا له وصلت على امريكا، هو مش عارف حاله وين. ينزل هونيك يلاقي حاله قدام مجتمع كلهم لونه مش ابيض، لونه افريقي. يطلع هيك وين بده ينام، فيش عنده حدا ينيمه. يجيب كرتون ينام تحت الكاميون، يجوا كرامك من الجرادين يناموا على جسمه، ينططوا على جسمه، فيش معه ولا فرانك. راحوا صنعوا حالهم اهلنا بالاغتراب من تحت الكميين، تحت الشتاء. مش راحوا لقوا المصاري قدامهم. صار لهم 200 سنة بيقاتلوا برا، واجوا وثقوا بالاقتصاد اللبناني وبالريع وبالشعب شو بالازدهار والبنوك. اكبر عملية سطو بتاريخ البشرية للأنظمة هي سرقة المال الخاص باسم الدولة وسرقة مال الدولة باسمهم هن. كلهم اخذوا كل شيء. ما في سرقة يا اخي. واحد بيسرق راس ماله اللي حاطه دم قلبه جايبه حاطه باللبناني المعطر او حاطه بالدولار، وهذا تعب قلبه كله جناه. اجا يوم من الايام ما لقاهش. في عملية سرقة اكتر من هيك بعد بهالحالة. فقير، واحد فقير من الاساس اصلا فقير. شو بده يقعد يعمل فقير ساعتها؟ بقول راحوا مصريات. لو ما معك مصاري اصلا، ما انت مهبر من اول الطريق، مهبر. عشو بدك تزعل انت؟ زعلان عشو؟ زعلان على السيارة اللي فيش عندك اياها، على التليفون اللي ما عندكش اياه، على الصوبة اللي مش عارف تعرف تجيبها. عشو زعلان؟ بزعلش عشان ما اصلا هو لا يخشى الغريق من البلل. ما خلصنا من اول الطريق فقير. مش هيك؟ هلا المعطر هو اللي كان ميسور وبلش بده يعمل تقنين. هلا بده يبلش ينزل باهدافه، ينزل بمشاويره، ينزل بمصروفه، وينزل ينزل ينزل لحتى يقدر شو يتكيف مع الواقع اللي خلوا له اياه، مع اللقمتان اللي بده يكفي فيهم. وياما ناس ميسورين كانوا يساعدوا يا اخوان. في ناس كتير ميسورين. يعني الروايات عنا بتقول انه انتبهوا من الكريم اذا افتقر، ارحموه. الكريم اذا افتقر. بعض الناس ما كانوا اصلا يتأخروا عن مساعدة الفقراء بضياعهم والكفالات والايتام والمؤسسات. كانوا كتير كرمة وبعضهم بيوتهم كبيرة. بس انا بعرف ناس هذه البيوت بقلبها من جوا معاش معهم فرانك، بس مش متعودين مد ايدهم لحدا. معه اصول مش قادر يتصرف فيها، رأس ماله راح بالبنك مش قادر يعمل شيء، وبيسترجيش يقول لحدا من الضيعة انه بتفرج من خلال دعمهم وحسناتهم. في كتير ناس هيك. هلا على كل حال قريبا بتشوفوا نحن هلا بلبنان. صلوا على محمد وآل محمد. لحظة لحظة لحظة, لحظة. عفوا. مجتمعنا كيف الكلمة اللي كنت بدي بلش فيها اللي هي اليوم نحن لازم نعرف كيف نتناولها.
نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. طلع لك من العبارة، شوف هذا التوازن، شوف عند البلاء كيف يتعامل الأتقياء، وعند الرخاء كيف يتعاملون. بالعكس، معادلة عكسية. يعني كلما اشتد البلاء كلما كانت صفاتهم صفات أهل الرخاء. يعني الأمل والثقة بالله والتوكل على الله والتوقع والإيجابية بتكون عند الضغط، عند الصعاب، مش عند الرخاء. نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. بالرخاء كيف بيشعر الواحد؟ بالطمأنينة. بالبلاء الأتقياء عندهم طمأنينة، عندهم توازن بشخصيتهم، ما في عندهم كفر، ما في عندهم اعتراض، ما في عندهم يأس، ما في عندهم ارتكاب للمحرمات لنتيجة الضغوطات اللي بيعيشوها. لا، إيمانهم بزيد، ثقتهم بالله بتزيد، وبالتالي حتى إذا بلغت القلوب الحناجر وقال النبي والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله شو قريب. إذن الفرج يأتي عند الشدة. من عناصر الفرج هو الاشتداد، من عناصر الفرج هو الضغوطات. الضغوطات هي أحد الأسباب التي تستفز عند التقي الإيجابيات، ما بتخلي يشت عن أن إرادة الله لا يمكن لأحد أن يكون أقوى منها. إرادة الله بالرزق، إرادة الله بالأمن، إرادة الله عز وجل بإدارة الحياة البشرية. الله عز وجل ما بينقطع عن الناس. العطية على قدر النية. يعني ركلجة الاتصال بالغيب بدأ إنسان تقي يمتلك روح عند الشدة لا ينهار ولا يضطرب ولا يجبن ولا يبخل ولا يهرب من الساحة، لأنه يعتمد على أن هذا الضغط الإلهي هو من أجل جوهرة الإنسان. ليست كل الضغوطات هي عقوبات، بعض الضغوطات عقوبات. مثلا أهلكناهم بذنوبهم. الذنوب تسبب هلاك، صح ولا لا؟ الذنوب مثلا تساهم في رفع البركة، قلة المال، غلاء الأسعار، شح البضائع، عدم مطر السماء. في عنا نحن نوع من البلاءات تأتي نتيجة عقوبات. مش هيك؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بالعدل ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الدمار يأتي من الذنوب، من الفسق، من الانحراف. ولكن مجتمع المؤمنين ما عنده ذنوب لحتى الله عز وجل يدمر عليه. دمار 2006 مش مثل الدمار اللي بيجي لقوم لوط اللي الله قلب جعل عاليها سافلة. مش هيك، المعادلات تختلف. الدمار في الظاهر يشبه بعض البعض، تنقلب الدنيا على بعضها، ولكن الأسباب بتختلف والنتائج بتختلف. نحن من تحت الركام طلعنا بال2006، من تحت الركام. نحن وقادتنا من تحت الركام، وقلتها قبل بمرة، من تحت الركام قادتنا. الحاج عماد طلع على الموتوسيكل من تحت الركام ونقل اللي نقله، هو الحاج قاسم وسمحة السيد، يلا تحت الركام. تحت الركام طلعوا. بس كيف كان النصر؟ النصر ما كان بس لل2006. من ال2006، من الركام تاع ال2006 هو اللي خلاهم يمضوا على اتفاق البحري. معكم الخبر. تعرفوا انه نتائج حرب 2006 المدمرة اللي كانت كارثة على المستوى البنيوي لنا، هي اللي عملت حفرت بالذاكرة للعقل الأسود الصهيوني انه ينهار بمجرد ما يفكر بحرب تانية. هلا ينهار. هو مكوي من 2006. من 2006 ما عادش عنده إرادة قتال الإسرائيلي لمعلوماتكم، من 2006. لأنه شو بعد بده يعمل ما عملوش. الأدوات اللي عنده إياها هلا هي ذاتها استعملها بال2006. بس نحن بال2006 ما كان عندنا جزء 10 من 10 من اللي عندنا إياه هلا. نحن تضاعفنا آلاف المرات وهو ضعف آلاف المرات. مين اللي صنع قوتنا؟ هو الامتحان والابتلاء. إذن المتقي إذا ابتلي تتفتح في نفسه وتشرق في نفسه آيات الأمل والثقة والراحة والطمأنينة والوعد الإلهي. بالشدة تصنع الرجال، بالشدة تصنع المجتمعات. لذلك الفيتنامي لما كانوا عم بيقاتلوا الأمريكان كان يأكل كمشة رز ينقعها بشوية ماي، مش يسلقها، يأكلها ويضل فيها جمعة.
ويقعد تحت الارض ويحط شليمونة عصبي بتمه، وبس يجي الامريكان يقف فوق راسه يقوم له يضربه بالسكينة من تحت الارض. صار عندهم مرض نفس الامريكان، الجيش الامريكاني بالفيتنام. هيك بصير بالشدة، بصير واحد يتحمل. مش الناس كفيت تاعت الفرنسا، الرزات تاع الفيتنامي غير الناس كفيت تاع الفرنسا. كمشة الرز عملت عنده إرادة مقاومة، خلته يروح مهبول الأمريكاني من هونيك. ولكن النعنعة بالحياة ما بتخلي واحد عنده حس مواجهة. نحن اليوم نعتبر بأنه صناعة المقاومة جاءت من التقوى الموجودة عند أهلها وناسها ومجتمعها، وخاصة شبابها. هود الشباب نزلت أنفسهم منهم في البلاء. روح شوف لي بال2006 شو أكلوا، شوف لي بال2006 شو عملوا، روح شوف أبرم وشوف. بحرب الصحراء تاعت البوكمال النهائية اللي كانت ضد داعش، كل 5 شباب كانوا ياكلوا علبة مرتديلا صغيرة، علبة مرتديلا 5 شباب، وبحرارة 60. عنية المي بكون عم تغلي غليان اللي بده يشربوا منها. شو مفكرين؟ اما اذا بده يقعد يشرب مي مسقعة يقولوا انا بقاتلش الا لحتى لي يعملوا لي ويسووا لي والى اخره، لا مش هيك. بيفكروا هن انه الجيش الامريكاني، عم بقرا دراسة اليوم عن البحرية الامريكية، افخم مطاعم بالعالم اكثر من 5 نجوم بيطبخوا لهم اطنان من اللحوم بطباخين اكثر من 5 نجوم. اللي بقولوا انه راحت النفسية للعسكري الامريكاني بالبحرية اذا ما كانت بدها تحافظوا عليها لازم يحافظوا عليها بالاكل. هذا بكرة بالمعركة اذا ما جبتلوش ستيك بده يسك. هذا هيك. انتم مفكرين يعني انه القوة هي بالشبع؟ مفكرين القوة هي بالتوفير المواد؟ لا والله، كلما قطر على الإنسان وحوصر الإنسان كلما تجوهر الإنسان المؤمن. وإلا ليش نحن مثلا بكتير بالتاريخ لما حاصروا النبي صلى الله عليه وآله اقتصاديا 3 سنين واجتماعيا بشعب أبي طالب، كيف خرجوا المسلمين هونيك؟ أي شدة كانت عندهم. هلا إيران هذا الحصار اللي صار له 43 سنة مع حروب مع فتن، شو بتعمل أنت؟ في جوهرة كان بيقدر الواحد يصنع اليوم صواريخ استراتيجية. هيون هن عم بيقولوها هديك اليوم. هذا الصاروخ اللي فيه فرط السرعة اللي بيطلع فوق الغلاف الجوي وبيمشي بسرعة فضائية مش عارف قديه، دقائق معدودات بينزل على فلسطين وبيقدر يحمل روس نووية. هذا صناعة ولائية، صناعة ولاية الفقيه، صناعة الإمام زين العابدين، صناعة أمير المؤمنين، صناعة كربلاء، صناعة القرآن، صناعة العقل البشري، صناعة الأخوة، صناعة الإخلاص، صناعة النية. صلى على محمد وآل محمد. لو الشعب الإيراني مش محاصر من 43 سنة كان هلا عم بكزدر بفرنسا وعم يعلك، لأنه الطاقات الجبارة لا تصنع إلا إلا بالحصار، حتى ما يتمادى الإنسان بالأهواء، لأنه الأهواء بتعمل رخاء، ضعف إرادة، بتعمل فراغ، بتعمل كسل، بتعمل تهاون. روح شوف هلأ اللي قاعدين بلا شغلة وبلا عملة معهم مصاري، شو بيعمل هذا؟ زهقان من الفراغ. الفراغ قاتل. بينما الإنسان اللي بتلاقيه عم يشتغل وعم بجد وعم يعرق وعم يتعب، يمكن عم بيجيب هالقد شوية مصاري، عم بفوت على بيته بس عم ياكل لقمة مغمسة بالعرق وبالطهارة وبالصبر مش هيك، وقاعد هو مرته قانعين راضيين وعارفين انه هذه مواجهة وهذه ضريبة الحرب. مرة انا بتنقطع الكهرباء عني بقعد بسبسب مثل الاخ لفلان ولفلان وفلان، بسبسب وبعمل وبطلع وبنزل وبفهم مش عارف خلص، لانه ليش بدهم يعملوا في هيك. مرة بتنقطع الكهرباء عني وعارف انه في مخطط اكبر من هون، اكبر بكتير وابعد بكتير. هلا في ايادي للحصار، هي الفساد، في ايادي هي الافساد، السرقة، اللي بدك اياه بتسميه، ولكن نحن بنروح لرقبة الامور. لذلك نزلت انفسهم في البلاء. هذا عمل استراتيجي، هذا بيتحكم بطبيعة اللعبة. بالاقتصاد بيعمل، بالفكر بيعمل، بالاعلام بيعمل. شو معناتها يعني؟ الذين اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، هذا تهويل. شوف شو ردة الفعل النفسية. يلا تعال نشوف.
إذا نفسك أنت مش متعلقة بأصل أن الفاعل الأساسي هو الله، والقاضي الأساسي هو الله، والأصل الذي تركن إليه هو الله، ما بتتاخد بشي، بتضحك عليهم. شو بيقولوا؟ شو كان ردة فعلهم؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زادوا إيمان، صار سبب التهديد زيادة للإيمان. إذن البلاء يزيد في منسوب الاستقامة، منسوب الثقة، منسوب الصدق. يا عمي والله ما تفكروا انتوا، الواحد بس يقعد يفكر في قاعدة عقائدية شو بتقول؟ بتقول انه العلل هذا سبب لها وهي سبب لها وهي سبب لها. ضعيف الإيمان يرى العلة القريبة المادية فيثق بها، فإذا فقدت هذه العلة يأس، واعتبر بأنه مصدر ليش اسمها مادة؟ لأنها تمد. المادة اسمها مادة لأنها تمد. بصير يشوف هو أنه العلل القريبة هي سبب مستقل لإكمالي أنا، فإذا فقدت وخاف عليها بصير عنده بخل، بصير عنده خوف، بصير عنده اضطراب، نرفزة، بيطلع عن دينه. بينما من يرى العلة البعيدة هي العلة القريبة مثل النبي إبراهيم، هو يطعمني ويسقين. ما قال النبي إبراهيم الله أنزل من السماء ماء وعملت وصنعت وتبخرت وكذا وحفروا مش عارف مين وجابوا الماء وأنا شربت ونسب العمل للمواد القريبة. نسي كل الوسائط، رجع دغري لله. بالشدائد التقي يكون مع الله مباشرة، مع أسماء الله مباشرة. كلا إن معي ربي سيهدين مباشرة. ما بيقعد يشوف حدا، ما بيقرأ حدا، لأنه الخالق هو القادر على التصرف بالوسائط. نحن لا يجب أن نثق بالعلل والمعلولات المادية، لأنها ليست هي الحاكمة بذاتها، هي مأمورة، هي خادمة وعابدة لله. ويستطيع الله أن يأتي بنظام تكويني جديد وعلل جديدة وأسباب غير مرئية. ولا كيف الله عز وجل بده يعطي الثقة؟ بيعطيك الثقة لأنه بس بده بيعمل بده إياه. كن فيكون. خذ 4 من الطير صرهن إليك، دبحهم، زتهم على الجبال، عيطلن، بيجوك سعيا، بيجوا دغري، هن ذاتهم. الله عم بيأرجيه للنبي، عم بيأرجيه آيات تكوينية، إن حتى لو شقفتم بالسكينة أنا قادر رجعهم. هو القادر على كل شيء. من اللي بحط هاي القاعدة قدامه ببيته بشغله، مش كل يوم بطلت في شغل يعني أنا يأسان، يعني يا مولانا أنا شو عامل كاتبن لي وبدي أعمل وبدي أسوي بيضطرب طول بالك. بالآخر أنت مش تفكيرك اللي بيصنع رزقك، ماشي، ولا الظروف اللي حواليك بتصنع. في عندك قلب من جوا وجهه لله عز وجل، عمله مراية، قل له يا رب أنا أثق بك وأثق برزقك. إذا أنت بدك يعني ارتزق، يمكن الله يعطيني الرزق ياخذني الإيمان. أنت شو بتفضل؟ يعطيك مصاري ويزوجك وتعيش مطمئن وإيمانك يصير ضعيف ويتلاشى؟ والله بتؤمن أنت بأنه إذا الله شاف أنه الضغط عليك سيزيدك ثقة وحضورا بين يدي الله وأملا بالله، بحافظ لك على هذه الإرادة وهذا الإيمان. أيا بكون أغنى؟ من الغني؟ صاحب الجيب المليانة والإرادة الفاشلة، ولا صاحب الإرادة والثقة والقلب المطمئن مع قلة المال؟ قلة المال للجيبة، مش قلة المال للعقل. المال ما له علاقة بالعقل، العقل هو أعلى وأجمل وأرقى وأنقى. يجب أن يتعلق بما يشبهه من عالم الغيب. يجب أن يؤمن بأن الثقة بالوجود الإلهي اللي هو أقرب لنا من حبل الوريد، اللي بده إياه بيعمله، فعال لما يريد. روح أنت تطلب منه. لما بتقول الله أكبر، الله أكبر، الله أنت واقف قدام رب السماوات والأراضين، فاطر السماوات والأرض، هذا عم تحكي معه. نور السماوات والأراضين. أنت لما بتقول الله أكبر واقف بالمصلية وعم تحكي مع مين؟ عم تحكي مع نور السماوات والأرض، مع النور الإلهي. وبالتالي أنت يمكن ما بتصدق، مفكر أنت إنه إذا الله بده إياك مؤمن يعني لازم كل شيء تطلبه لازم يعمله هيك ليصير مؤمن. أنا واحد بيجي بتلفني بيقول لي يا مولانا ما خليت شيء إلا ما عملته، صدقات وصلوات وكذا، يعني كلها عم يعملهم كرمال شو؟ كرمال يجي قرشان. عرفت كيف؟ الهدف القرشان. هلا بيتوصل بالله بالنبي بالملائكة صاروا كلهم وسائط للقرشان، يعني صار الإله الأساسي القرشان. ليش؟ لأنه هو بده القرشان، كماله بالقرشان مش عند الله. فبده الله عز وجل يصير عنده شو؟ مثل واسطة من وسائط الفايض. هيك نحن منا، نحن بدنا الله. رضيت يا الله اعمل اللي بدك اياه، علي أنا عقلي وجهدي والاتكال على الله والاعتماد على النفس وعلى الأسباب، وروح بسعى
ما بترك اي مقدمة مادية الا ما بعملها. بس بالاخر انا لازم شو اعمل؟ اوثق بانه ما يريده الله هو الذي يحصل. عبدي انا اريد وانت تريد ولا يكون الا ما اريد، لانه الله شايف لك هيك المصلحة. يمكن بعد 20 سنة بتعرف شو معناتها هذا الابتلاء، مش ضروري تعرفه هلا، بس عليك ان تمشي بما قدره الله، وان تقتنع بان رزقك مش امراض. بيكون ابنك عم بيطعمك او حدا عم بيطعمك، بتكون عم بتحط حبة العنب بتمك، بتطلع لبرا بيجي ابنك بياكلها. مش صايرة معكم ايه؟ لك حبة العنب مش مقسومة لك، بتنط مثل الرصور، حدا كان عم بيضربها بالشو اسمه بشيء، بدك تعلقها فيش مجال، مش لإلك. طلعت قام اجى ابنك زين اكلها. بتكون تعبان على شغلة، بيجيك واحد بيوقف بصف حدك وهو جوعان وهوديك بعدهم بلشوش بالاكل، بيدعوا بلش ياكل قبل منهم هن تعبانين وكذا والى اخره. جاي على البرد المستريح، رزقته مكتوب له. بدك تتعامل مع الله الرزاق، بدكش تتعامل مع الرزق. الرزق مش اهم من الرزاق، الرزق هو فعل الرزاق. انت عليك ان تكون مع الرزاق، تتوقع ساعتها منه الرزق. واضح؟ هودي الاتقياء رزقهم هو الصعوبة، رزقهم هو الامتحان، رزقهم هو البلاء، رزقهم هو ان الله عز وجل يجعلهم دائمين الذكر. لانه كل ما انت شديت على الواحد كل ما صار عنده احتياج اكثر، كل ما رخيت له كل ما شو عمل بينسى. عشان هيك الله شو بيقول عن بعض الناس؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون انما نمد لهم. مش هيك؟ انه عندهم مال وعندهم كذا. ها الله ليش عم يعمل هيك؟ فلا يحسبن الذين كفروا انما نمد لهم خيرا لانفسهم. مش هيك؟ مش هيك، بل شر لإلهم مش خير لإلهم. مش كل واحد معه مقدرات يعني مبسوط. البسط سببه مش الفقر والغنى، البسط سببه الرضا عن الله، الثقة بالله، الالتجاء إلى الله. هذا لحاله رزقه، مش من مكان بيهتدي لإله. هذا أنا بجيب لك اثنين عايشين ببيت فقر، هلا ما بعرف شو بدي أحكي هلا بالآخر. هتشوفوا نهار التنين إن شاء الله على الصراط، مش عارف لوين هتشوفوا. روحوا شوفوا البيت نهار التنين على الصراط، يمكن التنين شو عرفني. روحوا شوفوا شو فيه بهالبيت. كل اللي قاعدين هون اللي عم يسمعوني هلا بس رح يشوفوا هذا البيت، رح يشوفوا لهذا البيت، رح يقولوا نحن مرزوقين رزقا او في ارزاق موجودة عنا ولكن عقلنا البشري ينتبه لها. شيء ما بتقدر تتحمله، اكثر ما بتقدر تتحمل. قلت له لهذاك اطفي الضوء لشوف. طفى الضوء. اي الساعة؟ قلت له قد الساعة؟ قال لي 1:15. قلت له بالليل ولا بالنهار؟ قال لي لا بالنهار. معش ايش عنشة 1:15 مش ايش عنشة. ريحة الرطوبة واصلة برا. مريض مولانا عنده مشاكل وحداني بالبيت، وعنده بس وحدة مجاهدة، عنده وحدة مجاهدة إلى أجر أكثر مني ومن العالم كلها. هي يمكن صابرة، تاركي حياتها، تاركي علمها، تاركي راحتها، وقاعدة متكتفة فيه لخيها، وتاركي أهلها تركتهم. طلع بيها ضرير ومقعد وإما مقعدة، وتاركينهم بالضيعة، ونازلة بس لحتى تدابل هو إياه، لأنه في عنده أمراض كل يوم بده 3-4 مليون ليرة حق أوبرتان 3، وعمليات وديون بالمستشفيات بمئات الملايين. وفوق هذا وكله أمراض. الله طلعت فيه لهذا. أنا قلت له بدي أسألك بس شاب قديش عمرك؟ قال لي 32 سنة. قلت له مع مين بتحكي بالنهار؟ قال لي مش مع حدا. قلت له دارس بالمدرسة؟ قال لي لا، ما أنا عندي أمراض ضد ما عنديش مناعة من أول ما خلقت. غير المناعة صار في شو. هلا شو بدي أحكي؟ شو بدي أحكيكم؟ لأحكيكم اجره مفتوحة هالقد ومهددة بالقطع. عرفت كيف؟ فتنا على شو اسمه الغاز على الفحم. طلعت لقيت قنينة غاز. لا شو عندك قنينة غاز؟ قال هو من زمان فاضية، تبرعوا لنا بدفاية صغيرة هالقد بس ما نشال لنا بريش اصلا. اصلا يعني عن شو عم تحكي لي انت؟ الدفاية بدها غاز، والغاز اصلا ما فيش غاز، 500,000 غاز. ما عم تحكي مع مين عم تحكي؟ براد هالقد البراد. وبدا بلا ما احكي اكثر، وهولي متعففين ولكن نزلت انفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. شو بدي اقلكن يعني؟ شو رباط الجأش؟ شو طمأنينة؟ شو تواضع؟ شو ثقة؟ شو يعني امل بالله عز وجل؟
بنت بمقتبل عمرها تركي كل شيء بس كرمال خيها ما يوقعش بين دقيها، وديون على ديون مولانا، وديون على ديون. كل ما تسألها سؤال بيطلع عنده مشكلة تانية. أنا ما عادش في آخر شيء، ما عادش في، شو بدي أعمل؟ خليني أهرب من هون، ما عادش في يتحمل خلص، ما عادش في قادر تتحمل، بهرب من البيت، ما عادش قادر. كل ما بدي أسألها سؤال بيطلع في مصيبة أكبر بالبيت. تخيل بي ضرير ومقعد، مين بده هذا يقوم فيه بالبيت؟ مرته مقعدة، وقع بين 3 نيران، بين البي والأم والخي. والخي رح يموت إذا ما بيتراجعوا، بتموت. روح شوف المستشفيات كلها بدها منها مصاري، أوبر ما فيش، أدوية ما فيش، بده في التهابات ما بتطيب إلا بالفاكيوم. والفاكيوم هن عبارة عن دواء بيفوت على الجسم بيطلع شو اسمه الالتهابات الوحيد، هذا اللي بيقتل الالتهابات، وإلا في قطع إجر، ما فيش مصاري حق فاكيوم. طلع هيك. لا، نحن اللي هلا عم فتش لي على شغل واللي قاعد لي بالبيت اهله الحمد لله سليمين وبيتحركوا، ما بدنا نروح نبكي بالبيت هلا على حالنا، نبكي على مليارات النعم اللي موجوده كرمال مش شايفينها، كرمال شويه طفر وشويه فقر وشويه عوز. لا مش هيك. اهلكم بجبل عامل وبلبنان كله لما كان الاحتلال موجود وكانوا هودي جماعه الاقطاعيين موجودين، روحوا شوفوا كيف كانوا عايشين. هونيك كان الاسى والبلا. نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. يعني لا شدة بتكسرهم، مثل النبي يوسف لما قهر وأسر مش هيك؟ لم يمنعه أن يكون شو؟ عبدا لله، فأصبح الحاكم عبدا له، وأصبح هو سيد. هيك صار النبي يوسف بعد أن كان عبدا مباع يشترى، أصبح حاكما أمينا حافظا على بلاد مصر، وأصبح هو الحاكم بأمره. لم تكسره الضغوطات. بلاش؟ لأنه يمتلك الروح المقاومة، روح الثقة. نحن ما حنضل فقراء، نحن ما حنضل مأسورين للأمريكان، نحن ما حنضل سفارة هون يتحكم فينا وبقراراتنا ويخافوا من العالم. نحن ناطرين هذا الشعب لحتى يوعى شوي ويعرف انه مصدر مشاكله مش بس الفساد اللي موجود عنه هون، هذه آثار. روحوا للأسباب، روحوا للعمق، وإن شاء الله مش حتطول. بدنا نشوف بده يأس أكتر. نحن في عنا عوائل شهداء وآباء شهداء وأمهات وولاد شهداء، عنا أسر ربوا، عنا بيات وأميات كبار بالعمر. هودي بركتنا بالمجتمع. نحن عنا مجتمع مثقف متعلم، عنا نحن ثقافة أهل البيت بعدها بتجزر فينا، دمعة الإمام زين العابدين فينا، ودم الإمام الحسين فينا، ومظلومية الزهراء فينا، وصبر السيدة زينب فينا، وعلم الإمام الباقر والصادق فينا، وسجن الإمام الكاظم فينا، ونفي الإمام الرضا فينا. ونحن عنا كل هول. وعنا نحن كمان نفهم بالذكاء الأمني، وبنفهم كيف نكون مثل الإمام العسكري ومثل الإمام الهادي. وبنفهم كمان إنه عصر الظهور هو اسمه عصر بده ينعصر الإنسان لحتى يصير طاقته طاقة جبارة. كل هذه الامتحانات ليست للإضلال، امتحانات لبناء القوة، لبناء الثقة، للإبداع، للإنجاز، لحتى نعرف كيف نتمسك بعناصر القوة اللي فينا. وإلا إذا ما بنعمل هيك بالبلاء نحن بننهار وبنروح. نحن البلاء عنا من أسباب الرزق، البلاء من أسباب بناء القوة. عشان هيك الإمام علي عليه السلام بيقول هلا أنتوا بقلكم شغلة انتبهوا لها، بس يطلع السيد حسن يحكي على رواق معناتها في شيء كبير. بس يطلع السيد يحكي بقوة معناتها عم بيلعب لهم بأعصابهم للعدو وعم يعطي معنويات للناس. بس لما بتشوفوا هادئ اعلموا بأن هناك عواصف قاصفة ستكون، لأنه حيجي معنا وقورا عند الزلازل، صبورا عند الشدائد. هذه من مظاهر البلاء والشدة. كالذي نزلت في الرخاء. إخواننا الرخاء لا يطلب بالراحة المادية، الرخاء بيجي لما إنسان بيكون ساجد وسارح مع الله عز وجل وقلبه عم بدق بهدوء، وبيعرف إنه الذي خلقه لن يضله ولن يضره ولن يظلمه. شاك ما أصابك من سيئة فمن نفسك. روحوا فتشوا على السيئات اللي عنا لنعرف إنه البلاء عم يكشف هذه السيئات لنغيرها، لأنه البلاء يضيء على نقاط الضعف لحتى تتمسك أنت بالصح. أسأل الله أن يجعلنا من هود المتقين الذين لا تزلزلهم القواصف والعواصف ولا يستدرجون بالرخاء،
لا يضلون، يخافون بالرخاء ويطمئنون في البلاء. هيك لازم يكون. ماشي. آخر شيء بيختم لكم بهذا الحديث، بيقول إنه بعض الناس إذا ارتكب الحرام أو وقع ببلاء لازم يكون في عنده ثقة بالله عز وجل، وإذا الله وفقه للطاعة لازم يكون عنده خوف، يعني يخاف عند الطاعة ويثق بالله عند المخالفات. ليش؟ لأنه الخوف أن يحبط العمل، والخوف أن يحبط العمل. هون بيخاف الواحد، مش إنه واحد صلى ومش عارف شو عمل صلاة الليل ما عادش في حدا يهديه شايف حاله على العالم كله انه هو صار عنده كرامة، صار ما بعرف شو، ها شاف منام ما بعرف شو قصته كذا، تعال خذ هلا هديك انك فيك تهديه. انه والله مثلا بالحسنات بتلاقيه وينك وين، بيحكوا مع حاله بالعصمة بعد شوي انه مين قدي انا. لا مش هيك. ماشي. اذا اصيب الانسان بالذنوب فعليه ان يكون عنده ثقة بالله عز وجل، وإذا أصيب بالطاعة وأصابته الطاعة ورزق الطاعة عليه أن يخاف. الخوف عند الطاعة بيمنعك من شو؟ من الغرور. والرخاء عند المعصية بيعطيك شو؟ بيعطيك الثقة بأنه الله غفار، والله عز وجل ستار، والله عز وجل قابل التوبة. من هون نحن بنعتبر بأنه المعادلة هذه اللي بتنفع اليوم بالحرب الاقتصادية، هي المعادلة، الرخاء والبلاء. بس طبوا انتم مين مصادق البلاء ومين هي مصادق الرخاء. ليس الرخاء فقط هو الاملاء المادي، لا، الرخاء هي الطمأنينة اللي بتخليني اكسل. اذا بكسل معناتها هذا الرخاء بضرني. اما اذا البلاء بيعطيني قوة وعزيمة وممانعة ومقاومة، لا، بتكل على الله. اسأل الله التوفيق، اسأل الله حسن العاقبة لنا جميعا، وان يجعلنا من مصاديق هؤلاء الاشخاص الذين وصفهم أمير المؤمنين لهمام، والتي أدت إلى وفاته وعروج روحه الطاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.